شعب مصر الأبي الحر الذي لم يتوقف رغم المذابح التي راح ضحيتها الآلاف، ورغم الاعتقالات التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، والمفقودين والمطاردين، لم يتوقف عن الثورة. أيها الشعب العظيم، بل أيها المسلمون والعرب في العالم كله، مع مطلع عام هلال هجري جديد ليوم عظيم نقترب فيه من عيد التضحية والفداء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول إن هذه المعاني التي نتذكرها اليوم في هذه الأيام علمتنا معنى التضحية ومعنى الفداء بالنفس وبالغالي وبالنفيس من أجل العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله خلقنا أحرارا ولم يجعلنا عبيدا، ولن نكون عبيدا لأحد. فكل عام وأنتم بخير، وكل موسم حج ترتفع فيه أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى نلبي لبيك اللهم لبيك، فنكون عبيدا لله وحده، نستجيب لندائه، نداء الحرية والكرامة الإنسانية والعبودية الحقة لله، ورفض العبودية لغيره سبحانه وتعالى. أيها المصريون، ما زالت مذابح هذا الانقلاب تتوالى، وآخرها مذبحة المتظاهرين السلميين في ميدان رمسيس وفي شارع التحرير وفي دلجة وفي غيرها من المحافظات. وما زالت الدماء تسيل أنهارا من الجنود ومن الشرطة ومن الجيش في مأساة تسبب فيها هؤلاء الانقلابيون الذين خرجوا عن دورهم المرسوم. ومع مرور 100 يوم على هذا الانقلاب المشؤوم نتذكر الحصاد المر لهذا الانقلاب، وأول ذلك هو وقف المسار الديمقراطي. ولن يعود مسار ديمقراطي إلا إذا عادت الثقة إلى الشعب في أن صناديق الاقتراع وحدها هي الضمان لإعلان إرادته الحرة ولحسم الخلاف بين المصريين حول البرامج والمناهج وحول الشخصيات المؤهلة التي يمكن أن تنتخب لتتولى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. أيها المصريون، لقد كان من حصاد هذا الانقلاب أن أخرج الجيش عن دوره المرسوم في الدستور الذي استفتي عليه الشعب، فانحاز الجيش إلى فصيل من الشعب مهما كان عدده، ولكنه فصيل سياسي غلب الجيش وقيادته برنامج هذا الفصيل وآراءه وأفكاره بحجج وذرائع وهمية. ثم قام الجيش بحرب وهمية ضد الإرهاب في حصاد مر ضاعت فيه الحريات وأغلقت فيه منافذ التعبير وطورد فيه المخلصون وقمع فيه السياسيون وامتلأت السجون والمعتقلات بالآلاف من الأبرياء. إننا في هذا نخوض معارك خاضها من قبلنا وخسروها، وخاضوا بها حروب كلفتهم تريليونات الدولارات وخسروها، فهي معركة خاسرة لأنها تحت ضد عدو وهمي وشبح لا تستطيع أن تمسك به، والتهمة يسهل أن تلصقها بأي أحد، بينما هي تجر على من يقوم بها الويلات والدمار كما حدث في بلاد ولنا فيها العبرة والعبرة. لقد كان من الحصاد المر الذي فعله الانقلاب العسكري هذه العزلة والقطيعة الدولية، حيث أن الشعوب الحرة فقط هي التي يعترف بها العالم الحر الآن. أما الشعوب التي تخضع للحكم العسكري ولإدارات غير منتخبة فهي لم تجد إلا من يريد أن يملي عليها إرادتها، ولذلك كان قرين العزلة والقطيعة الدولية التسول من دول أخرى كانت تحتاج إلى مساعدتنا في أيام ما. وهذه الدول لها مصلحة كبيرة في وقف المسار الديمقراطي، ولها مصلحة كبيرة في إخلاء مصر من دورها الحقيقي الذي تقود به الأمة العربية والأمة الإسلامية. لها مصلحة حقيقية في إخماد الثورات العربية، ومن هنا ارتبطت هذه المساعدات بوقف المسار الديمقراطي وإخماد روح الثورة في مصر كما كان متوقع. ولن تخمد هذه الروح أبدا، بل هذه الروح ستنتقل بإذن الله من قطاع من الشعب إلى قطاع آخر، من الطلاب إلى العمال إلى الفلاحين إلى الموظفين إلى غيرهم، فستكون عاصفة عارمة تذهب بهذا الانقلاب في القريب العاجل إن شاء الله، فيكفينا 100 يوم
من الخراب الاقتصادي والتسول لغيرنا. لقد كان من حصيلة هذا الانقلاب أيضا هذا الوقف لأي عملية تنمية، وهذا الامتناع عن تقديم أي استثمارات أجنبية أو عربية، وهذا التدهور الرهيب بل الفشل الذريع في إنعاش موسم سياحة أنعشته سنة كاملة من الحرية، حيث كانت عائدات السياحة اقتربت مما قبل 25 يناير. أما الآن فالفنادق خاوية والشواطئ خالية والمزارات خالية، و4 مليون أو أكثر من العاملين في هذا القطاع يتضورون جوعا، والموسم القادم ينذر بأنه سيكون الحال على ما هو عليه الآن من وقف الحال، لأن الإرهاب وعمليات العنف وقتل المتظاهرين السلميين في الشوارع وجر البلاد إلى مستنقع عنف وعنف مضاد نتبرأ منه، لأن المظاهرات السلمية التي تخرج تعبر عن رأيها بحرية يقتل منها العشرات بل المئات بل الآلاف دون أن تسلك طريق عنف، وهذا فخار لثورة مصر السلمية التي ستظل سلمية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحصاد المر يتمثل في هذا التدهور الاقتصادي والقطيعة الدولية ووقف المسار الاقتصادي وإخراج الجيش عن دوره. لقد خرج الجيش عن دوره المرسوم في الدستور، فبدلا من أن يقف على الحدود يحمي الحدود ويحرس الوطن، إذا به ينغمس في غمار السياسة الداخلية ويتوزع أفراده في الشوارع وفي المدارس، يطاردون التلميذات ويطاردون التلاميذ ويقفون بالمرصاد لأي طالب يقف في مظاهرة أو يهتف هتاف، ويقومون بتفتيش الحقائق من أجل البحث عن هذه العلامة التي أصبحت ترعبهم، علامة ربع العدوية، رمز الصمود ورمز الرفض للانقلاب. هل هذا دور الجيش؟ إننا نعيش مأساة حقيقية، نعيش مأساة حقيقية أظهر مظاهرها هو عودة الدولة البوليسية والمخابراتية، دولة القمع والاعتقالات والتعذيب وإرهاب الدولة، دولة ضاع فيها الحق والقانون، وانحرف فيها بعض القضاة عن الحق والعدل وميزان القانون، فأصبحوا يحكمون بالأهواء السياسية وينتظرون التعليمات السياسية. ويا ويل دولة ضاع فيها القانون وضاع فيها الحق، وانحرف بعض قضاتها عن دورهم الذي يقيمون فيه ميزان الحق. عندما تكون العدالة معصوبة العينين لا ترى انحيازا سياسيا ولا ترى أي فصيل من الفصائل لتحكم له أو عليه، ولكنها تحكم بالحق والعدل فقط. أما الآن فنرى حتى المحاكمات التي لم تنعقد، فإن فترات الحبس الاحتياطي أصبحت الآن بمثابة عقوبة لا يتظلم فيها أحد فيطلق سراحه، وتزداد السجون والمعتقلات كثافة يوما بعد يوم، وتزدحم بهم معسكرات الأمن المركزي ومعسكرات الجيش ومعسكرات الاعتقال بعد أن ضاقت جنبات السجون وزنازين السجون بآلاف الأبرياء. أيها المصريون، مع قدوم يوم عرفة ومع موسم الحج، فإننا ونحن نهنئ أنفسنا بالثبات والتضحية، فإننا نأمل أن ترتفع دعواتنا في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو الناصر والمعين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نلجأ إليه ونجأر إليه بدعاء خالص أن يخلص بلادنا من هذا الانقلاب الدموي الفاشي وهذه الطغمة الانقلابية البوليسية وهؤلاء الساسة الفاشيون الفاشلون الذين فشلوا في كل مراحل صناديق الاقتراع، فإذا بهم يطلبون عون البوليس وعون الجيش وعون بعض القضاة ليتمكنوا من سلطة ليست من حقهم، سلطة اغتصبوها بقوة السلاح ولن تستمر لهم أبدا، لأن هذا الشعب ذاق منذ 25 يناير طعم الحرية، حرية حقيقية، وبذل في سبيلها دماء طاهرة زكية، فلن يعود الشعب إلى الاستكانة والعبودية، بل سيواصل مسيرته الحرة في مظاهرات سلمية لا تدعو إلى عنف ولا تقوم بعنف، بل تحمل الورود للجميع وتحمل الحب للجميع وتحمل التقدير لعموم الجيش الذي
وظف في غير وظيفته، لأننا ندرك أن بلدا بلا جيش هي بلد بلا درع وبلا سيف، ولن يستمر هذا الوضع طويلا. سينبلج الصبح قريبا بإذن الله، وسيستجيب الله دعاء الملايين في عرفات، في جبل عرفات، وفي كل جنبات العالم الإسلامي، لأننا في مصر لا ندافع عن حقوقنا كمصريين فقط، ولكننا ندافع عن العرب وعن المسلمين، بل ندافع عن الإنسانية التي أصبح مآلها خطيرا في تدهورات اقتصادية وهجرة قوارب غير شرعية من الإرهاب ومن الفساد ومن التدهور الاقتصادي وانعدام التنمية، فيغرق المئات والآلاف على شواطئ إيطاليا، وتجوب القوارب باحثة عن ملجأ من طغيان الطغاة وفساد المفسدين وانحراف المنحرفين. آن للصبح أن ينبلج، وآن للانقلاب أن ينكسر، وآن للانقلابيين أن ينهزموا، ونصر الله قريب، والله أكبر، وتحيا مصر.